السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل الخبر يرجى الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة عن القيادي السوري عصام بويضاني القائد السابق لجيش الإسلام في خطوة وصفت بأنها مفاجئة وتحمل أبعادا سياسية غير معلنة حتى الآن. وبحسب المعطيات المتداولة فقد لم يكن الإفراج مجرد إجراء قانوني عابر، بل تزامن مع تحرك سياسي لافت، حيث رافق الرئيس السوري أحمد الشرع القيادي المفرج عنه مباشرة إلى مسقط رأسه في مدينة دوما بريف دمشق، في مشهد غير مسبوق جذب أنظار الإعلام والمتابعين. ووفق مصادر ميدانية فقد جرت مراسم استقبال رسمية في مدينة دوما بإشراف وزارة الدفاع السورية في حضور يعكس تحولا واضحا في التعاطي مع هذا الملف الحساس، خاصة أن المشهد جمع بين شخصية سياسية بارزة في الدولة وقيادي عسكري سابق كان محط جدل واسع في السنوات الماضية. اللافت في هذه التطورات أن الرئيس أحمد الشرع قام بهذه الزيارة إلى ريف دمشق للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الجمهورية السورية، ما أضفى على الحدث طابعا رمزيا وسياسيا عميق الدلالة، خصوصا في ظل التغيرات المتسارعة داخل المشهد السوري. وفي خلفية هذا التطور تشير التقارير إلى أن الإفراج عن بويضاني جاء عقب زيارة رسمية قام بها الرئيس الشرع إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دون صدور توضيحات رسمية حول طبيعة المفاوضات أو شروط الإفراج. كما لا تزال علامات الاستفهام قائمة حول أسباب توقيف بويضاني منذ 24 من أبريل من العام الماضي، في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح خلفيات احتجازه أو تفاصيل المرحلة التي سبقت الإفراج عنه. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يشكل مؤشرا على تحولات أعمق في العلاقات الإقليمية وعلى احتمالات إعادة رسم بعض التوازنات السياسية داخل الملف السوري، خاصة مع تزايد التحركات الدبلوماسية بين دمشق وعدد من العواصم المؤثرة. وبينما تترقب الأوساط السياسية مزيدا من التفاصيل، يبقى المشهد مفتوحا على تساؤلات كبرى: ما الذي جرى خلف الكواليس بين أبو ظبي ودمشق؟ وما دلالات مرافقة الرئيس الشرع للقيادي المفرج عنه إلى مسقط رأسه؟